منذ بزوغ فجر الإعلام في مملكتنا الحبيبة والمنطقة الشرقية على وجه الخصوص، برزت الجبيل إعلاميا بفضل أهميتها الاستراتيجية والاقتصادية، الأمر الذي مكنها من احتلال مكانة عالية إعلاميا محليا وخارجيا. ولم يكن الأمر كذلك إلا برجال أكفاء حملوا على عاتقهم الأمانة والمسؤولية، فهبوا في أطراف المدينة معلنين قدوم مدينتهم الجبيل بكل همومها وأفراحها وأتراحها. ومنذ أن وضع الملك خالد رحمه الله حجر الأساس للهيئة الملكية بالجبيل، انطلق الركب الإعلامي وبدأ التواصل بين أبرز وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والفضائية، ليتمكن المواطن في المملكة متابعة أخبار المدينة الحلم حتى تحقق ذلك. وأصبحت وسائل الإعلام تبحث عن الإنجاز والنجاحات والزيارات الملكية لهذه المدينة التي أصبحت تحظى باهتمام عالمي واستثمارات أجنبية لم يسبق لها مثيل. الإعلام بالجبيل الصناعية منذ وضعت الهيئة الملكية لبناء تلك المشاريع العملاقة والمصانع التي أنشئت في مدينة الجبيل الصناعية، متخذين الأسلوب الأمثل في إيضاح ما وصلت إليه الجبيل الصناعية من تقدم مضطرد. الصعوبة التي تواجه الإعلامي آنذاك الحصول على المعلومة لكونها ليست بالساهل في ظل وجود المركزية. الوسيلة الوحيدة هي الفاكس، فيستوجب عليك امتلاك فاكس، وفي حالة تلقي المعلومة أو الخبر فيحتاج منك إعادة صياغتها فيما يتوائم مع أسلوب النشر، ومن ثم إعادة إرسالها للصحيفة عبر الفاكس. وهناك محدودية لوقت الإرسال واستقبال المواد من قبل الصحف، وهذا بلا شك معوقات. وتتواصل مسيرة الإعلام في الجبيل بالتحاق العديد من الشباب بوسائل الإعلام المختلفة لينقلوا للناس ما يدور في الجبيل من أحداث، حتى باتت أخبار الجبيل مطلوبة. وساعد ذلك وجود الهيئة الملكية وشركة سابك وبقية الشركات الكبرى. عندما نتحدث عن مدينة الجبيل الصناعية فنحن نتحدث عن قلعة صناعية تساهم بأكثر من 7% من المنتجات الغير بترولية. الاقتصاد الإعلامي في مدينة الجبيل الصناعية كان له دور كبير في إبراز تجربة الهيئة الملكية وإبراز الصناعات مثل سابك وشركات القطاع الخاص. في المدينة هناك الكثير من الفعاليات المحلية والدولية، المؤتمرات التي يساهم فيها الإعلام الاقتصادي في نقل الأحداث والفعاليات التي تقام في مدينة الجبيل الصناعية. طبعا للإعلام دور كبير خاصة في خدمة المجتمع. أعتقد أن المجتمع في الوقت الحالي أصبح يعتمد اعتمادا كليا على الإعلام المقروء والمرئي، إضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي، وهو جزء من الإعلام الإلكتروني في الوقت الحالي. بصفة خاصة أعتقد أن مدينة الجبيل استفادت استفادة كبيرة من التغطية الإعلامية التي تحظى بها من مجموعة من الإعلاميين المتميزين الذين شكلوا خلية إعلامية تساعد على تطوير المجتمع وتحسينه وتسليط الضوء على نقاط الضعف، لا من أجل التشفي بها ولكن من أجل معالجتها وإصلاح الخلل. وهذا ما أثبتت الأيام الماضية جدواه، والحمد لله أن الجبيل استفادة كبيرة من ذلك. المملكة العربية السعودية ولله الحمد من أقوى دول المنطقة في الجانب الاقتصادي، وهي أهم دول أوبك، وهي أهم دول العالم في إنتاج النفط. كل هذا يضع على الإعلام السعودي مسؤولية كبيرة فيما يتعلق بتطوير الإعلام الاقتصادي من جانبين. الجانب الأول إظهار ما وصلت إليه المملكة في هذا الجانب وهو الجانب الاقتصادي، والجانب الآخر أو المحور الثاني وهو الأهم في اعتقادي تثقيف المجتمع فيما يتعلق بالاقتصاد الحديث وربط مكونات المجتمع بمثل هذه الأعمال النيرة التي يمكن من خلالها بناء الوطن ليس لمن فيه اليوم بل لمئات السنوات القادمة من أجل الأجيال القادمة بإذن الله. ومع تقدم السنين
والمضي في بناء الجبيل التي باتت من كبرى المدن الصناعية في العالم. وصل أعداد الإعلاميين في الجبيل الآن أكثر من 20 إعلاميا وإعلامية يمثلون كبرى المؤسسات الصحفية السعودية والخارجية، ليجد المواطن والمسؤول شريكا جديدا في العمل والنجاح في بناء المجتمع وتوعيته. وبدأ جميع إعلامي الجبيل يستشعرون الأمانة التي يحملوها على عواتقهم في نقل الحدث وتوصيل صوت المواطن وكشف الحقيقة للمسؤول بكل مهنية، حتى باتوا أعينا يستدل بها ونورا يستنار بهم. ناقشوا أهم المشاكل وفتحوا أجرأ القضايا، وبدأ التغيير والسعي الدؤوب وصولا إلى حل لتلك المؤرقات. في الجبيل البلد والجبيل الصناعية في هذا أكثر من 20 مراسل لكافة المؤسسات الصحفية السعودية، وكافة المراسلين في الجبيل يحملون على عاتقهم ثقل كبير تجاه سواء الاقتصاد الوطني من ناحية الصناعة أو من ناحية المجتمع، ويتلخص دورهم في رفع التوعية لدى المجتمع، النزول إلى الشارع، عكس نبض الشارع للمسؤول. الصحفيين في الجبيل أمانة يمثلون ثقل كبير في المنطقة الشرقية كاملة، لم يكن على مستوى المملكة. عندهم حس صحفي رائع، يتميزون بأطروحات جميلة. العديد منهم يتميز بالعمل الميداني لتلمس حاجات المواطن. من اللحظات الجميلة أن الإنسان يتحدث عن الإعلام. الإعلام مما يحمله من قيم لخدمة المجتمع يعتبر من أنصار الحقيقة في هذا العصر. فكما يسمى العاملون في مجال الطب بملائكة الرحمة، أعتقد أن العاملون أو عفوا أن العاملين في مجال الإعلام هم أنصار الحقيقة، هم محامو المجتمع. فلسفة BBC البريطانية تقول أن الصحفي محامي المجتمع. من أين يتقاضى أتعابه؟ يتقاضاها من الإنجازات التي يراها تتحقق بفضل عدسة الكاميرا، بفضل كلمة، بفضل مناصرة حقيقة، وهذا ما يشرف المهنة في وقت أصبح الإعلام يتسابق لإثبات تلك الحقيقة. لا شك أن الإعلام أصبح من أبرز وسائل التأثير في عصرنا الحاضر، ولذلك يقع على الإعلام دور كبير جدا في تفعيل الأحداث والفعاليات والمؤتمرات التي تشهدها المنطقة التي يعمل فيها. ولذلك الإعلامي يعتبر دوره كبير في تفعيل المجتمع وفي نقل معاناة المواطنين وعكس نبض الشارع وإيصاله للمسؤول بما يحقق المصلحة العامة. لا شك أن الإعلام رسالة سامية ينقل هموم وآلام المجتمع، وهو المرآة التي تعكس ما يدور داخل هذا المجتمع. وكم كان الإعلام دور كبير ومساهمات كبيرة في رفع العديد من المعاناة أو المشاكل التي كان يعانيها كثير من المواطنين، ولا شك أنه اختصر المسافة الطويلة من الإجراءات من السنوات العديدة. وبعد نشر هذه المواضيع في الإعلام لقد التجاوب المباشر من المسؤول. مثلا على أهمية الإعلام الإلكتروني وعلى النقلة النوعية اللي وفرها وقدمها للمجتمع بشكل عام، والسبب في ذلك يرجع إلى السرعة في إيصال المعلومة وأيضا السرعة في الوصول للمعلومة. ونحن في الجبيل توفقنا بأن نكون أول صحيفة إلكترونية تنقل أخبار الجبيل أمام المسؤول والمواطن أولا بأول، وبهذا ساهم الإعلام الإلكتروني
في تقديم الدعم اللامحدود للمشاريع الاقتصادية في محافظة الجبيل والجبيل الصناعية، وأيضا تسليط الضوء على الفعاليات الاجتماعية في المدينة. وأيضا ساهم الإعلام الإلكتروني في توسعة نقل المعلومة إلى مناطق جغرافية متعددة. من مزايا الإعلام الإلكتروني اللي ذكرناها أنه يعتمد على السرعة في نقل المعلومة، لكن هذا لا يعني التضحية في مجال الدقة أو التثبت من صحة المعلومة، وهو الأمر اللي يصنع الفرق بين مختلف الجهات التي تقدم خدمة الإعلام الإلكتروني. الجبيل كإعلاميين وسيلة للشهرة مثلا، أو وسيلة لتلميع المسؤول أو الجهة الحكومية، بقدر ما هو تلمس احتياجات المواطنين والوقوف عليها ونقلها إلى المسؤولين. كثير من القضايا في الجبيل فتحنا ملفاتها، بدأنا في نقلها للمسؤولين. كان هناك تجاوب كبير من المسؤولين في حل العديد من القضايا والمشاكل التي تهم المواطنين وخاصة الخدمية. هنا تبرز دور أهمية التصوير الفوتوغرافي، ويتفرع منه التصوير الإعلامي، ودورنا كمصورين فوتوغرافيين إعلاميين هو توثيق الحدث ودعم الصحف الورقية والإلكترونية بما تحتاجه من صور، وذلك لأن الصورة جزء أساسي من الخبر، وخبر غير مدعم بصورة يعتبر خبرا ناقصا. عندها شعر الجميع أنهم في الجبيل على قلب رجل واحد، حتى بات تكوين ملتقى إعلاميا يجمعهم أمرا ملحا. وكانت الهيئة الملكية بالجبيل سباقة في جمع إعلامي الجبيل تحت سقف واحد، فهيأت المكان ووفرت الاحتياجات ليلتقي الجميع في ضيافة الهيئة الملكية بالجبيل، فهي البيت الأول الذي ضم إعلامي الجبيل. وكان حلما يخالج جنبات الفكر قبل أروقة المكان وساعات الزمان. كانت أحاديث نفس وأفكار تطرح هنا وهناك، كانت ألوانا متزاحمة بأناقتها في لوحة شكلتها خيالات الفكر والأخوة الصادقة. كانت همسا ثم حلما إلى أن أضحت اليوم حقيقة ولوحة ماثلة للعيان، نعيشها واقعا مشهودا وتواصلا مستمرا بيننا يسمو رونق الجمال والأخوة والمهنية العالية. وبات ملتقى إعلامي الجبيل عزيمة صادقة ووفاء ماثل وأخوة مستدامة، فمن يدف إلى عمق تلك الصحبة يعيش بكامل حواسه ومشاعره عبق النجاح وطاقات خلاقة وأفكار صادقة تدل على حب الوطن وسمو الفكر والمهنية، بعيدا عن التجريح والانتقاص، لما يساهم في تحقيق تطلعات المواطن وعلاج مشاكله اليومية. التواصل بين الإعلاميين له الأثر الأكبر في زيادة التواصل بينهم وتوطيد العلاقات بينهم. أيضا ساهمت في تقريب وجهات النظر، أيضا ساهمت بتفعيل دور الإعلامي وزيادة أدواته الإعلامية بشكل أفضل، حيث كان لها دور بارز وجلي وواضح من خلال تنوع اللقاءات ما بين خروج عن المألوف في الإعلام بشكل عام، وأيضا كسر حاجز الروتين والرسمية. كانت لها أبعد الأثر في أن تجعل الترابط بين الإعلاميين وتواصلهم تواصل أخوي حبي وودي. الرحيم. لا يخفى على الجميع الدور الكبير للإعلام وما يقوم به من نقل جميع الفعاليات والأنشطة والبرامج الموجودة في مدينة الجبيل ونقلها على صدر صفحات الجرائد. دور الصحافة لا يقتصر على البحث عن السلبيات، بل هنالك الكثير من المواهب التي يجب أن نسلط الضوء عليها ونبرزها للمجتمع. وكذلك دور الإعلام هو محامي المجتمع وسلطة رابعة. الجبيل ليس فقط هو حب الصحافة والقاسم المشترك في مهنة المتاعب والركب الصحفي، إنما ما يميزنا أكبر من ذلك كثيرا وهو كوننا أخوة. وقمنا بالعديد من الزيارات سواء محافظة النعيرية في رحلات برية جميلة أو انتقلنا إلى جنوب المملكة
في حقل شيبة أو في شواطئ الجبيل أو في الأماكن العديدة لدى الزملاء. هدفنا واحد جميعا وهو خدمة الوطن والدين والملك. وفي المقابل ساهم رجال العلاقات العامة في مدينة الجبيل الصناعية إلى تسخير إمكاناتهم وقدراتهم في خدمة الإعلاميين ودعمهم في الوصول دوما للحقيقة والمعلومة الصحيحة. في الهيئة الملكية للجبيل ننظر للإعلام على أنه شريك أساسي لنا في أعمالنا، خاصة في مجال العلاقات العامة، ونحن نعول عليه كثيرا في نقل الصورة الإيجابية لأعمال الهيئة الملكية إلى المجتمعات، سواء كانت هذه المجتمعات محلية أو مجتمعات خارجية. مما لا شك فيه أن الإعلام بجميع أنواعه يعتبر ركيزة أساسية لإيصال الرؤية والرسالة لأي منشأة سواء على الصعيد الخارجي أو الداخلي. فإذا تحدثنا عن الصعيد الداخلي يعتبر جميع منسوبي المنشأة أو الشركة مشاركون في الإعلام الخارجي من خلال إيصال الرسالة المرجو إيصالها. فإذا تحدثنا عن الإعلام الخارجي نعتبر الإعلام أو العلاقات العامة والإعلام هي القناة الاحترافية الوحيدة لإيصال رسالة المنشأة. وهم إعلامي الجبيل اليوم وفي هذا الملتقى يواصلون المسير نحو التألق، حاملين رسالتهم الإعلامية والاجتماعية لمد جسور من التواصل والتقارب بين إعلامي المنطقة الشرقية لتفتح آفاقا جديدة وصفحات مشرقة للعلاقات الأخوية التي تربط ما بينهم، وتحقق قدرا متزايدا من المشاركات المستمرة في عقد اللقاءات الإعلامية المتواصلة إن شاء الله، من أجل صقل وتعزيز المهارات الإعلامية بما يخدم الصحفيين ويساهم في بناء قدرات إعلامية شبابية متطورة. هلا يا جبيل توهجي كبريق نجم شاهب، هلا يا جبيل توهجي كبريق نجم شاهب، وامضي بخير نوابغ واهني بخير مواهب، وامضي بخير نوابغ واهني بخير مواهب.